لما يطلع ناصر ماهر ويقول لك يعني جمهور الزمالك احسن من جمهور الاهلي، هل ده بيرجعنا الملف احنا زهقنا منه، ولا دغدغه مشاعر مشروعه وبتتعامل في العالم كله من اللعيبه خصوصا الوافدين الجدد عشان يدخلوا قلوب الجماهير الانديه اللي رايحين لها؟ هو طبعا رقم واحد ان هو يدخل قلوب الزمالك. دغدغه على فكره بتحصل في العالم كله، بس كله اي لعيب يبص شعار النادي ويروح نادي تاني يبص شعاره برضه، فهي خلاص هي دغدغه شعور. انما هو عايز يكسب جمهور الزمالك، وهو طبعا هو قال، ودي طبعا بنحترمها فيه، مش عارف الناس بتهاجمه ليه، قال والدي زملكاوي وانا كنت زملكاوي، ووالدي اهم حاجه في حياتي رحمه الله عليها. يعني الراجل اللي بيقول انا العيله زملكاويه، بس يا كابتن ده ورغم ذلك لعب في الاهلي وكان كويس ولعب في كل الانديه وكان كويس جدا جدا، رجع لحبه مش عيب. طب يا كابتن اسامه، هل اللاعب مطالب انه يبقى اذكى من كده؟ لان السوشيال ميديا ما بترحمش، لانها ممكن تفسر عكسي. انا شايف كده، وانا معاك. يعني الطبيعي مش على ناصر ماهر، بصفه عامه اي لاعب